ورد وشوكولاته، ريحتها وحشه، ورد بلدي عادي ومرارة الشوكولاته اللي احنا شفناها في مسلسل ورد وشوكولاته زينة ومحمد فراج. هو احنا ليه بنكمل في علاقات مؤذيه زي دي؟ هو انت يا زينة ما كنتش تعرفي قيمتك؟ يلا بينا نعرف احنا ليه بنكمل في علاقات مؤذيه بالشكل ده. دورت كتير صراحه ما لقيتش غير سبب وحيد واولي ممكن اتكلم فيه، هو غير الخوف من الوحده، الخوف من الناس، الخوف على الصوره بعد ما انفصل عن شخص تكون في علاقه معاه، الخوف من نفسك بمعنى انت ما بتحبش نفسك بطريقه كافيه، الخوف من خساره الوقت، انا ما بعرفش اضيع وقت، انا لازم لا ادور على حد تاني، لا انا ما ينفعش اسيبه، وانا لسه هدور على حد اكتشفه من جديد. الخوف من الشريك نفسه، انت خايفه منه فبالتالي انت مش عارفه تكتشفي اللي جواه. تاني حاجه، في حاجه اسمها مغالطه التكلفه الغارقه. بمعنى ايه؟ لو نركز مع صلاح اللي هو كان محمد فراج، ان هو كان مع مراته الاولى عشان خاطر ايه؟ حياته الاجتماعيه، البرستيج اللي هو كان عايش فيه، هو مش عايز يبعد عن الأولى، عن الرغم ان هو قال ان هو لقي نفسه مع زينة، لقي نفسه في العلاقة اللي هي شبهه، هو بيكره باباه ومامته، هي برضه بتكره باباها ومامتها، هم مش بيحبوا العيلة، هي ما بتحبش العيلة، هو قال بنفس الكونسبت ده ان هو لقي الوساخة والقذارة اللي عاشها في حياته، نفس الوساخة والقذارة اللي كانت في حياة زين. فبالتالي صلاح ما كانش عايز يعمل مغالطة، ما كانش عايز يبعد عن مراته الأولى اللي هي شيرين، فبالتالي كان مكمل عشان خاطر صورته الاجتماعية، ليس إلا كان شايف إن الطلاق هيعرضه لخسائر كتيرة قوي. وأول حتى ما مراته شيرين طلبت الطلاق، باباها طلب إن هو ينسحب من كل حاجة عشان خاطر انت خلاص انت واحد خاين، انا خدت منك كل اللي انا عايزه. تالت حاجه نمط التعلق ايه؟ القلق. بمعنى ايه؟ لاحظنا مروه ان هي انجذبت لصلاح، ليه بقى؟ عشان شافته ان هو غير متاح، مسيطر، وهي من الشخصيه دي اللي هي عندها نمط التعلق القلق، ان هي بتميل للشخصيات اللي انا مش هعرف اوصل لهم، ان انا لازم اكون قلقانه من ناحيتهم، اللي انا لازم يكون فيه كده ايه، حاجه بتفرز داخليا من ناحيه الشخص ده عشان خاطر انا بسعى ان انا اتعلق بيه. وبالشكل ده حتى لاحظنا من اول حلقه اول ما قال لها خفيفي الميك اب ده، هي سمعت كلامه لان هي شايفاه ان هو مسيطر، ذات نفوذ، سلطه، غير متاح، فهي عشان تلفت انتباهه وان هي انا معجبه بيه، وهو ده اللي كان عايز يوصل له صلاح. ولاحظنا ان زينة فسرت ده ان هو تعلق وحب عميق لصلاح، بس هو على فكرة هو تعلق نمط القلق اللي هو ايه؟ الطفولي الغير امن، ان انت طفلة متعلقة بيه وده غير امن بالنسبة لك، فهو ده نمط التعلق القلق اللي كان في حياة زينة اللي هي مروة. رابع حاجة رابط الصدمة. بمعنى ايه؟ بتفسر لي ان ايه؟ استمرار العلاقات اللي هي المسيئة بين الضحية والشخص اللي بيحب. يعني مثلا نلاحظ ان مروة كانت في علاقة مسيئة جدا واتصدمت فيها اللي جوزها الاولاني اللي خانها، فبالتالي ده بيفسر لي ان انت في روابط للصدمة، في عارف اللي هو في كده انت مش هتعرفي تطلعي من العلاقة دي لان كان فيها ثغرات في حياتك انت ما عرفتيش تتعالجي منها صح. فده بالنسبة لي رابع حاجة اللي هي روابط الصدمة اللي كانت في حياتها، هي مرتبطة بصدمة قديمة ما عرفتش تتخلص منها. لك في روابط الصدمة بيقول لك ان العلاقة كده بتقلب بشبه ادمان. بمعنى ايه؟ انك ما بين يعني عارف انت ادمنته، والادمان ده حاجة وحشة قوي، فانت بتكون منتظر منه فتفيت امل. يعني عارف اللي هي فاكرين مروة في المسلسل وهي بتقول انا بكرهك لان كل مرة بكون نايمة فيها على السرير لوحدي بكون عايزة انتقم، هي وعلى الرغم من ده بترجع له، هي مدمناه، والادمان ده حاجة وحشة قوي، وهي مرتبطة بيه بعد كل وجع وكل جرح بيوجعه لها، يعني كم الضرب وكم الإهانة اللي عملها في حياتها هي برضو بتحبه، في وعود، في أمل جواه إن هو هيتغير، وده بيخليها بتكون معمية عن الواقع المؤذي الأليم اللي في حياتها. لو انتوا حاسين ان انتوا في علاقة فيها مؤشر من اللي انا قلت عليه ده، انسحبوا، حاولوا تعملوا اي حاجة، روحوا لدكتور نفسي، روحوا لأي حد يرشدكم ان انتوا ما تكملوش في علاقة زي دي، وحاولوا ان انتوا تركبوا اي وسيلة مواصلات تبعدكم عن الشخص ده، اطلعوا من البحر اللي انتوا موجودين فيه ده، بجد
وادخلوا البحر اللي هو البرنامج بتاعنا طبعا، وهتلاقوا صراحة حاجات كتير هتفيدكم، وحاجات كتير هتغير المفاهيم العلاقات، مش هتخلي حياتنا لا ورد. وعايزة أعرف آرائكم في الكومنتات، ولو في شخص أو شخصية عاشت نفس الحاجات اللي عاشتها مروة دي يا ريت يكتب لنا في الكومنتات، ولو عايش أصلا يعني احنا موجودين، احنا موجودين يعني في أي وقت، ابعت لنا، تواصل معانا، أي حاجة. اخرج من الحياة اللي انت عايش فيها وتعالى للحياة اللي احنا فيها، ونحاول نخلي الورد على فكرة ريحته حلوة وجميل زي ما ربنا خلقه كده، بس احنا بنبوظه كالعادة.